علاش اخويا الركراكي كدير هادشي كامل؟ واش اليوم نقدروا نقولوا بانه انت اللي كتحمل المسؤوليه، ولا نقدروا نقولوا بانه طارق السكتيوي اللي قبل على راسو هادشي هذا هو من يتحمل المسؤوليه؟ ولا غنمشيو ابعد مدى وغنقولوا بكل صدق وبكل امانه ان رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي القجع ما حماش المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي خصو يتحمى. فغنقول بكل صدق وبكل امانه كان بالامكان يكون افضل مما كان، وما يمكنش انه عندنا هاد اللاعبين وهذا المستوى العالي ديال المنتخب الوطني المغربي ونتقصاو بالشمته بهذه الطريقه. كاين اللي غيقول لي ما دخل هذا بهذا، كاين اللي غيقول لي مالك غير مع الصبح نسى تقصى المنتخب وجيتي تقول لنا هادشي كامل وبنتي لا، الحقيقه هي هذه، والمنتخب مازال كينافس على المباراه ديال الترتيب ونتمناو ان شاء الله نفوزوا بالبرونزيه. ولكن اش نتكلموا على المنتخب الوطني المغربي اليوم؟ المباراه ديالو امام منتخب اسبانيا. الا لاحظتوا ان العناصر الوطني كانت داخله من اجل انها تنتصر، وكانوا لاعبين سواء ديال المنتخب الاسباني ولا المنتخب ديال المغرب فكانوا بجوجهم مضغوطين، ومخطئ من يعتقد بان الاسبان بوحدهم هما اللي داروا لهم ديك الكاسيطه ولا ديك السينته ديال كاس العالم. حتى اللاعبين ديال المنتخب كانوا داخلين في الدوامه، والدليل الحكيمي والطريقه باش كيتعامل مع بعض اللاعبين الاسبان دون نسيان مجموعه من الصور اللي شاهدناها، وكان كيكون او كان باين كاين احتقان، وكان باين بانه المنتخب الاسباني باغي يرد الاعتبار والمنتخب الوطني المغربي باغي ياكد ويبين بانه الافضل والاجدر ويواصل المستوى ديال التالق ديالو على حساب المنتخبات الاوروبيه الكبرى. فباش نكونوا واضحين ان المنتخب الاسباني منتخب كبير، والفئات العمريه ديال اسبانيا كامله كتالق ماشي غير اليوم. ولكن اجي نتكلموا على واحد النقط مهمه جدا، علاش غير حنا بوحدنا في المنتخبات ديالنا اللي للاسف الوقت اللي كنكونوا مقلقين وغادا الامور مزيانه كنشاهدوا تصاور ديال الناس كتهبط وكتحضر الحصص التدريبيه. واش منطقي انني نلقى اليوم تصاور ديال وليد الركراكي كاينه في الفيسير؟ في واحد الوقت سابق قلت لهم ودي والناس ما فهمتنيش، قلت لهم ما تبقاوش تحملوا وليد داكشي اللي كثر من الطاقه ديالو، وقلت لهم ما تبقاوش تقولوا بان وليد راه هو اللي كيعطي هو اللي كيقاد هو اللي كيدير التشكيله هو. وبالنسبه لي كان شنو اللي كاين؟ كانت الصوره اللي كاينه هو ان وليد كيتكلم من الفوق، وقلت انه ربما الكومينيكاسيون ما بينه وما بين طارق مزيانه وباغيين يخدموا هما بجوج، وهذا شيء جميل جدا وهذا شيء مزيان. ولكن باش نشوفوا انه مدرب ديال المنتخب تكون مشرف ما تكونش مشرف ماشي هذا هو المشكل عندي. الا كنتي مشرف كاين المكان اللي خصك تكون فيه، الا كنتي في الاداره التقنيه كاين المكان اللي خصك تكون فيه، شي واخا تكون كيما بغيتي تكون، ما من حقكش تدخل الحصه التدريبيه ديال المدرب اللي هو خصو هو اللي يقود السفينه ديال ذاك المنتخب. فملي هاد اللاعبين عندك انت في المنتخب وكتجي تحضر لهم الحصه التدريبيه، واش باقي شي واحد اللي يسمع لطارق؟ بل طارق كذلك. وبكل امانه انا باش نكون صريح، طارق سكتي وكنت كنقول بانه اكبر بكثير من انه غيجي واحد يوريه ولا يقول ليه ولا يخليه يدوم على اللاعبين. ولكن اليوم بان بالواضح ان ما عمرنا شفنا وليد مع عصام الشرعي في الحصص التدريبيه، ما عمرنا شفنا الوليد الركراكي في الفيستير مع عصام الشرعي في كاس افريقيا اللي كانت في المغرب، ما عمرنا شفنا وليد قريب من اللاعبين ديال المنتخب الاولمبي بالطريقه اللي شفناها اليوم. فما كنقولش انا وليد هو اللي سبب الخساره، وما كنقولش ان الناس ولا اللاعبين سمعوا غير الخطه والطريقه ديال وليد ولعبوا، لا. ولكن كنقول علاش حنا بوحدنا اللي عندنا هادشي؟ واش الاسبان كتلقاو رئيس الاتحاد ديالهم هابط معاهم؟ واش الاسبان كتلقاو بانه المدرب ديال المنتخب ديالهم كيدور معاهم؟ واش كتلقاو حتى اللي مكلف لهم المشرف العام ديال المنتخبات معاهم؟ كل واحد كتلقاو في المنصب ديالو اللي شاد شي كرسي جالس فيه. حنا لا، غير كتلقى الاشاعه وكتلقى الصوره والاعلام كيتكلم عليه، كتلقى كلشي كيدور في المنتخب. هذا يوزيه، هذا كيخلينا اليوم كيبان ولا كيبين بانه حنا عزيز علينا ركوب الامواج، حنا عزيز علينا التصاور. الناس ما كتخدمش، الناس باغا تصور، باغا تبين انا اللي درت. وثيقوا بيا انه اليوم كون كان المنتخب الوطني المغربي دا الميداليه الذهبيه والله حتى كنا غنسمعوا ان وليد اللي دار هادشي. واليوم اللي خطانا خص تكون عندنا الجرأه وتكون عندكم حتى نتوما الجرأه وتقولوا وليد اللي خطا في هادشي، ماشي تجيو تحملوا طارق السكتيوي بوحدو المسؤوليه، ولو انه نحملوا المسؤوليه لانه قبل وافق يكون بهذه الطريقه هذه. فاليوم كنتكلم بهذه الطريقه وبهذا العصب. علاش؟ لان من غير المقبول عباد الله نبقاو حنا اللي جا يدير فينا ما بغى. فالله يجازيكم بخير. اليوم عندنا منتخب كبير وكبير بزاف، عندنا لاعبين مستوى عالي جدا، واليوم بان الفكر والتكتيك ديال وليد في المباراه، بان بانه المباراه اللي لعبنا مع اسبانيا في كاس العالم هي نفس المباراه اللي لعبنا اليوم مع منتخب اسبانيا اللي اقل من 23 سنه. اليوم كان بامكاننا نلعبوا مباراه اخرى، اليوم كان بامكاننا نلعبوا اكثر تحرر بالطريقه اللي لعبنا مع الولايات المتحده الامريكيه. فكنظن ديك الهبطه اللي هبط وليد الفيستير وحكى لهم وقال لهم بانه راه ممكن اننا نربحوا ونبقاو رابحين بواحد الصفر، وباش ترجع امام منتخب بغيتي كرهتي منظم كيلعب الكره غتغلط، لان ملي كيبقى منتخب ضاغط عليك وملي كيبقى منتخب كيلعب لك في منطقه الجزاء ديالك فما يمكنش تبقى تدافع 45 دقيقه، وهذا صعب جدا. وتفرجوا في العديد من المباريات. ولكن ملي تمارك البيت الثاني ديال المنتخب الاسباني وفي ديك الخمسه دقائق الاخرى
شفنا منتخب اخر، شفنا لاعبين بغاو يديروا داكشي اللي كيفهموا ليه، وهذاك هو الحقيقه، وداك الشيء ولا كنا خصنا نشوفوا. فللامانه وباش نكون صادق مع نفسي، فكنحمل المسؤوليه اليوم لهذا الاخفاق هذا. وشي واحد يقول لي لا راه انجاز لو كنت انا ما عنديش امكانيات وغادي غير بالتساطيع. انا عندي امكانيات، انا عندي مستوى كبير ديال اللاعبين، انا عندي اليوم منتخب اللي يقدر ينتصر افضل المنتخبات الاوروبيه، وبذلك كنسميه اخفاق. اليوم كنت كنتمنى اننا نوصلوا للمباراه النهائيه بغض النظر ندي الميداليه ولا ما نديهاش الذهبيه، ولكن نوصل للمباراه النهائيه. علاش؟ انا عندي الامكانيات. ولكن اليوم لعبنا ضد الطريقه ديال اللعب ديالنا، لعبنا ضد داكشي اللي كيعرفوا ليه اللاعبين ديالنا. وكنقول بانه خاص الناس تتعلم تحمل المسؤوليه. وما تنساوش نقطه مهمه جدا، كل واحد شاد المصير ديالو يجلس فيه، ما يبقاش تركلوا علينا هنا وهنا. لا، خليو الناس تخدم. راه هاد القضيه اللي ما كيقبلوهاش لكم وحدين اخرين كتجيو ديروها غير مع البعض. وهنا كنرجع واش يقدر شي واحد يجي يحضر لي الحصه التدريبيه كون كان مثلا هو المدرب ديال المنتخب الاولمبي؟ واش مثلا ايرفي رونارك وكان هو المدرب ديال المنتخب يجي يحضر لي شي واحد؟ فصدقوني لا. على العموم ما غنحملش مسؤوليه كل مره اخرى لطالع، ولكن كنقول راه كلكم مسؤولين على هذا الفشل وهذا الاخفاق ديال الاولمبياد ديال باريس. وعاد غنرجعوا لذوك المسؤولين الاخرين اللي في سبات عميق منذ سنوات. وما تنساوش مشاهدينا، خليوا لي في التعاليق ديالكم شكون المسؤول على الاقصاء ديال المنتخب الوطني المغربي او الاخفاق ديالو في هذه الاولمبياد. وما غنقولش بانه الميداليه البرونزيه بالنسبه لي انجاز، لا، لانه عندي امكانيات باش ندير اكثر. فشكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديال الخساره امام منتخب اسبانيا؟ واش كان بالامكان ديالنا اننا نمشيو للمباراه النهائيه؟ خليوا لي رايكم في التعاليق، وما تنساوش كما العاده الدعم والمشاركه. السلام عليكم. كاين الصورة عندنا هي كتبان أمام المخرج. الصورة كتجاوب منتخب ديال من؟ شكون اللي كيحكم؟ لأن هنا غنوليو نشتو، هنا مبقاش احترام ديال إطار وطني مع إطار وطني آخر. حيت اليوم لو أنت غتكون حدا قرب حجرة الملابس في الاختصاصات ديالك، اش تقول لي عندي 9 عندك 9 ما كتلعبش فيهم حتى 3، عندك 9 راه تكمل بهم لا ليست كتلعبهم. وخلينا السيد يخدم، خلي السيد يخدم. كاين مدرب كتحتارمو، يكون تكون انت بطل المدرب، هذا هو الاحترام ديال احترام اختصاص. انسان جاي كيشتغل عنده مجموعه، خليه يطبق افكاره، خليه يوري شنو عنده الناس. وزعما بغيتي تدخل تما بالميطا وميطا باش تحسب لنا انجاز، راه حيت جيتي انت حنحقوا شي حاجه. راه السيد عزك الركراك يا صاحبي. ودابا شوف، انت اللي كتفتح للناس المجال باش ينتقدوك وباش يديروك انت كبش فداء للخساره ديال المنتخب الوطني المغربي الاولمبي امام اسبانيا. شي دابا المشجعين المغاربه ماشي كلهم، ولكن واحد الاغلبيه فيهم دابا كلشي تقولك انت السبب في الخساره ديال المنتخب. وغادي نقول لك علاش. كنا رابحين بواحد الزيرو ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. هبطتي عند اللعابه الفيستير وجداتك الكاميرا وانت عندك واحد الورقه في يدك وكتعطيهم شي تعليمات. دابا كلشي تيقولك نتايا قلتي اللعابه رجعوا للدفاع في الشوط الثاني. داكشي اللي شفناه. اسمح لي، انت كتفتح المجال. اش نقولك انا عزك، وراه كانوا اخطاء كثيره، ولكن دابا راه المشجعين راه ما غاديش يمشيو لديك الاخطاء اللي قام بها المدرب السكيتيوي، اللي قاموا بها اللعابه اللي كانوا لاعبين ضد الصباليون. دابا كلشي متجه لك انت. اسمح لي يلا، دابا حنا في عوض ما نمشيو نقلبوا على الاسباب الحقيقيه ديال الخساره امام اسبانيا، غنمشيو دابا حنا نبداو نقلبوا على هاد اللقطات. الركراك ينزل عندهم قال لهم حكا داك القيل والقال اللي ما عنده حتى شي معنى وحتى شي فائده، ما غادي نستافدوا والو. الوغ كو هاد الماتش هذا شفنا فيه بزاف ديال الاخطاء، وغادي نمشيو دقه دقه. اولا، المنتخب الوطني المغربي الاولمبي دخل امام واحد الخصم اللي هو المنتخب الاسباني اللي تقريبا نفس النيفو ونفس اللعب ديالنا. غير هو من الدقائق الاولى شفنا ان المنتخب الاسباني لا روخا دخلوا بواحد الروح وبواحد العزيمه كثر من المنتخب المغربي.
يعني من الناحيه الذهنيه دخلوا احسن منا، داو نقطه، بغيتي ولا كرهتي داو عليك نقطه. الناحيه البدنيه كتلعب واحد الدور كبير في الماتش، كيفاش انت كتدخل المباراه. شفناه المنتخب الاسباني كانوا عنيفين، كانوا شرسين في الالتحامات البدنيه، وزيد على هادشي دا كامل كانت عندهم حتى نقاوه في اللعب. مدة 20 دقيقة ديال الشوط الأول أنا شفت هجمات إسبانيا أكثر من الهجمات المغربية، وفي هذيك الهجمات المغربية والفرص القليلة اللي كانت عندنا ما شفتش فيها تركيز، ما شفتش فيها واحد الكرة اللي لعبنا ضد العراق واللي لعبنا ضد الأرجنتين واللي لعبنا ضد سميتها اللي لعبنا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ما شفتهاش. نخليو ديك اللقطة ديال بيلانتي وماركينا، هذيك بحال جاتنا واحد الهدية، بحال دير ربي قالنا هاو يا نتوما ما بديتوش مزيان. مشنا كاملين المنتخب المغربي كيخسر ضد المنتخب الاسباني ب2-1 وكيتقصى عاوتاني من نصف النهائي. لو كان ربحنا اليوم كنا غنكونوا رسميا في النهائي، وكذلك غنكونوا رسميا عقدة اسبانيا. وملي كنقولوا اسبانيا راه مدرسة النجوم عالم كرة القدم في العالم، واحسن دوري كروي في العالم. راه باش تربح المنتخب الاسباني راه ما سهلاش، وكنا غنربحوا، ماشي ما كناش غنربحوا، كنا غنربحوا، كنا كنلعبوا كما لعبنا في الشوط الاول. المشكل اللي كان هو ان شفنا واحد التراجع واضح في الدفاع، والناس كيقولوا انه كان الركراكي ربما عطاهم الخطه في الشوط الثاني، زعما ديك اللعبه ديال راك رابح رجع الله. وهاد الخطه هذه ربما كما شفنا راه ما نجحاتش في الشوط الثاني، وتلقينا الهدف ديال الخساره. وملي انتقلنا من الدفاع وحاولنا نهجموا باش نرجعوا التعادل، شفنا كيفاش كيلعب المنتخب الوطني كما لعب في الشوط الثاني. هذاك هو اللعب ديال المنتخب الوطني، حنا كنعرفوا غير نهاجموا دفاعيا ضعاف صراحيات. الناس كيقولوا واش الركراكي عنده الحق انه ما بين الشوطين يعطيك تعليمات اللاعبين؟ ياك المدرب هو سكيتيوي. واش الركراكي الناس كيقولوا واش الركراكي عنده الحق؟ شنو كيبان لكم، واش الركراكي عنده الحق انه يعطيك تعليمات او يعطيك خطه دفاعيه في الشوط الثاني؟ الله اعلم. انا شخصيا في هذا الماتش بعدا كيبان ليا الحظ هو اللي كينقص هذا المنتخب. الجمهور كاين الحمد لله، تحياتي للجمهور اللي حضروا في هذا الماتش هذا وفي الماتشات اللي فاتوا. ثاني حاجه اللعابه بهذا الجيل هذا والله الا شنقول لك راه حسومه انه يخرج وما يديش الذهبيه في هذه الالعاب الاولمبيه. الصراحه انا عرفت ما نقول في هذه الخساره هذه ديال هذا النهار، والله ما يستاهلوا يخرجوا لهذا النصف النهائي. اقسم بالله الا كنقول يديوها، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وخاصهم يحافظوا على هاد اللاعبين هادو. وعلاش لا ما نشوفوهمش في المنتخب الاول؟ لانه شي لعابه هنا في الاولمبي يستاهلوا يلعبوا الرسميه في المنتخب الاول، اقسم بالله. وكما شفنا كاملين راه اللعابه عطاو اللي في جهدهم. شتي تا من الزلزوله اللي شبعناه هضره في الفيسبوك وهذا راه تا هو تقاتل. كلشي اللعب من الدفاع حتى الهجوم كلشي كيلعب. واخا الاهداف اللي ماركات اسبانيا راه اخطاء دفاعيه وحشومه يتسجلوا دوك البيوت، هذوك اخطاء دفاعيه واضحه. ولكن في الاخير حنا كنبقاو مسلمين وكنقولوا قدر الله وما شاء فعل. راه كيما شفنا راه حتى الاستحواذ واللعب راه حنا كنا مجهدين عليهم، ودوك الاهداف راه حد الان ما واش تدخل ليا الراس صراحه. رسالتي الاخيره، واخا خسرنا راه مازال عندنا الرتبه الثالثه، نجيبوا بعدا النحاسيه، نشوفوا شكون معنا نتلاقاو، واش مصر ولا فرنسا، ويحافظوا على هذا الجيل. وكنأكد عاوتاني انهم يحافظوا على المدرب المغربي. راه شفنا عموته مع الاردن، شفنا كذلك الركراكي في قطر نصف نهائي، شفنا دابا عاوتاني السكيتيوي هنا في الالعاب الاولمبيه نصف نهائي مره اخرى. والتذكير عاوتاني راه هادشي اللي داروا هاد الدراري هذا راه ما ساهلش. راه شحال من منتخب عربي او عالمي راه ما وصلش لهذا المستوى اللي وصلوا ليه هاد الدراري هادو. عطيوهم تشجيع وعطيوهم تشجيع، ومازال غتشوفوهم يا في المنتخب الاول يا في المنتخب الاولمبي مره اخرى. وباش نختم هذا الفيديو هذا، الركراكي راه مغربي
بحالنا بحالو، وتا هو بغى يشوف المنتخب المغربي في النهائي وبغى يشوف ذهبيه اولمبي لهذا المنتخب هذا.